بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. يعني إيه صدمات الطفولة؟ وهل صدمات الطفولة أنواع؟ وإزاي أعرف هل أنا طفلي بيعاني من صدمة من صدمات الطفولة؟ يعني هل أنا بكون سبب أو أنا بشكل واعي أو بشكل غير لا واعي بسبب لطفلي صدمة وأنا مش حاسس؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة. متنساش ان انت تفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتشترك على القناة وتعمل لايك عشان انا بتعب والله. وما تنساش كمان ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا. صدمات الطفولة انواع، ومن ضمن صدمات الطفولة مش بس الصدمات الجنسية او اللي هي الحاجات اللي ليها علاقة بالتلامس، ولكن من ضمن الصدمات برضو هو ان انت تكون بتعامل طفلك بصمت، ان انت تعامله بشكل صمت عقابي، او ان انت تروح جاي قايل له كلام جارح، او ان انت تروح جاي لطشه بالقلم، او ان انت تحرمه من المصروف، او ان انت تحرمه من الاكل والشرب. يعني من الاخر كده ان ممكن الصدمات تتكون عند الطفل من اي حاجة بتحسسه بالوحدة وبمشاعر عدم الحب والقبول وعدم الاهتمام وان هو مهمل. ضمن الصدمات اللي انت ممكن تعملها للطفل هو ان انت تقول له كلام جارح وتصغر منه قدام الاخرين، وان انت تقول له مثلا اسماء ما بيحبش انه هو تتقال له، يا قلبوز يا مش عارف ايه يا ايه، تقول له كلام هو بيتضايق منه امام الاخرين او حتى ما بينك وما بينه. وكمان من ضمن الصدمات اللي ممكن تعملها في طفلك هو ان انت تكون بتقارنه بالاخرين. انت نيتك ان انت تشجعه او تحفزه، لكن الحقيقة ان انت بتخلق عنده صدمة داخلية مع الوقت هيعاني منها في الكبر. ده غير برضو ان انت لو قررت مثلا ان انت تشخط فيه وتزعق فيه وتصرخ عليه، كل ده بيخلق عنده صدمات الطفولة، وده بقى اللي بيتسمى عليه الايموشنال ابيوز. لكن في حاجة اللي هو شكل من اشكال صدمات الطفولة اللي هي بتسمى التشايلد نيجلكت. التشايلد نيجلكت هو ان انت تكون بتهمله، يعني تبطل تحميه، تبطل تاكله، تبطل تلبسه، تبطل تجيب له لبس العيد، تبطل تعمل له الحاجات اللي انت كنت اوريدي بتعملها له عشان تبين له الاهتمام، تبطل ان انت تعملها فيبتدي يحس ان هو مهمل. وده شكل من اشكال صدمات الطفولة. الحقيقة ان الاهالي بيعملوا ده عن عمد وعن غير عمد. عن غير عمد ان هم مش فاهمين انه هم فاكرين انه كده هم بيربوا الطفل، لكن عن عمد ان هم يبقوا عارفين ان الطفل مأذي وان ده واجع الطفل ويقرروا ان هم يكملوا فيه. اوقات برضو الاسرة او حد من الاسرة، الاب والام او الاتنين، بيتعبوا وبيجي لهم امراض معينه فما بيقدروش ان هم ياخدوا بالهم من الطفل، فيبتدوا ان هم يهملوه. فمع الوقت بيؤدي الى ان الطفل من جواه بيحس ان هو مهمل وانه غير مستحق للحب وغير مستحق المشاعر كتير، فلما بيكبر بيطلع عنده مشاكل نفسيه. اما بقى بالنسبه للابتزاز الجسدي او الفيزيكال ابيوز، اللي هو اكون دايما بضرب الطفل، دايما بكون بلطشه بالقلم، دايما على طول بمسك الخرزانة اهوشه بيها. انا ممكن اعرضه للابتزاز الجسدي حتى لو انا ما قربتش منه جسديا، مجرد تهديده ده لوحده ابتزاز. الناس بتفكر او الاهالي بتفكر ان ده تمام انا كده بربيه، لكن في فرق ما بين ان انا بربيه يعني بعلمه الالتزام، وفرق ما بين ان انا بعلمه ان هو يخاف وبعلمه ان هو يكون خايف. لكن الاهالي محتاجة تعرف ان هناك فرق كبير قوي ما بين ان انا شخص بعلمه الالتزام يطلع راجل قد كلامه او بنت قد كلامها، وما بين ان انا بعمل عليه ابتزاز جسدي. اما بقى بالنسبة للسكشوال ابيوز او الابتزاز الجنسي، الابتزاز الجنسي ان يكون في حد تعرض للطفل جسديا جنسيا. تمام. في حاجة بقى كمان بتقولك ان حتى لو الطفل تعرض لموقف خادش للحياة، يعني ما تلمسش، هو ساف بس موقف خادش للحياة، يبقى هو كده خلاص في العرف اتعرض للابتزاز الجنسي. فكرة ان كل الاشخاص اللي تعرضوا للابتزازات الجنسية بيكون عندهم شعور بالخزي والعار. ليه؟ لان هم بيكونوا حاسين ان هم اللي مسؤولين عن الابتزاز الجنسي او الاعتداء الجنسي اللي هو اتحطوا فيه. لذلك هنلاقي مثلا ان اي واحده تعرضت للابتزاز او للاغتصاب او تعرضت لاي حاجه جنسيه، هتلاقي انها مش بتطلع وتتكلم عن الموضوع لانها بتكون حاسه بالخزي وبالعار داخليا، مش بس عشان المجتمع هيقول عليها ايه، ولكن كمان هي بتكون حاسه ان هي السبب، هي اللي حطت
حطت نفسها في الوضع ده، مع ان ده مش الحقيقة خالص. مش مشكلتي ان اللي قدامي كان بالبجاحة الكافية ان هو يتعدى عليا جنسيا، او ان اللي قدامي كان بعدم الاخلاق الكافي ان هو يتعدى عليا جنسيا. فانا بوجه رسالة لكل شخص او لكل شخصية تم التحرش بيها او اغتصابها او تعدى عليها جنسيا، انت او انتي ما كنتوش المشكلة ابدا. انتوا لا تحسوا بالخزي ولا تحسوا بالعار، مش مشكلتكم اللي حصل فيكم، مش انتوا السبب، اللي قدامكم هو اللي كان السبب. الحقيقة ان كل شخص فينا اتعرض للابتزازات الجنسية او الجسدية او الاهمال، يعني اتعرض لشكل من اشكال الصدمات بتاعة الطفولة. وفي ناس اتعرضوا لكل الصدمات دي، وانا عايز اقول لكم ان انا واحد من الناس اللي اتعرض لكل الصدمات دي، الاهمال والابتزاز الجنسي والابتزاز الجسدي والضرب والتعديات وكل حاجة. فانا عايز اقول لك، بوجه رسالة لكل شخص حصل له صدمة في حياته من ضمن الصدمات اللي انا حكيتها دي، انت مش لوحدك وانت مش لوحدك. انت مش لوحدك، وانا حاسس بيك وعارف انت مريت بايه كويس، وعارف مشاعرك فيها ألم ازاي، وعارف افكارك بتفكر ازاي، وعارف انت نفسك تعمل ايه. ولكن خليني اقولك ان ده مش نهاية الطريق، وان الطريق لسه في بدايته مش في اوله. انت محتاج تعرف ان انت عندك مشكلة ومحتاج تشفيها، ان انت عندك حاجة ومحتاج انك تصلحها. ولما هتصلحها وهتشفيها هتقدر تعرف ترجع تاني تكون انسان سوي وانسان سليم. فارجوك اعرف ان انت عندك مشكلة، وارجوك اعرف انك قادر تحل المشكلة، وان انت لما هتحل المشكلة هتقدر ان انت تعيش حياة سوية صحية وسليمة. بس قبل ما اقفل الفيديو ده بقى، خليني اقولك ان انت في مساوئ ممكن تحصل لك في حياتك لو انت ما صلحتش الصدمات النفسية اللي انت عانيت فيها من الطفولة. واول صدمة او اول عرض من الاعراض اللي انت هتفضل عايش بيه طول حياتك لو ما شافتش نفسك، ان انت مش هيبقى عندك ثقة بنفسك، ومش هيبقى عندك ثقة بالآخرين، وإن أنت دايما هتحس إن أنت مصدوم في روحك ومصدوم في الآخرين، وإن الحياة دي لا تستحق إن هي تتعاش. فهتحس إنك فقدت الثقة حتى في ربنا، لأن مثلا لو أنت ثقتك في أهلك اتكسرت، لو أنت ما بقاش عندك ثقة في أهلك، هتلاقي نفسك إن أنت عمال بتجذب في حياتك أشخاص غير سوية، أشخاص سامة، أشخاص لا يستحقوا الثقة، لأن أنت بتجذب ما أنت ما تشعر به وما تفكر فيه. تمام. فلو انت ما صلحتش مثلا ثقتك في الناس، هتلاقي ان انت نفسك بتجذب علاقات سامه جدا، دايما هتحس ان انت قليل وان انت ما تستحقش الحب، ودايما هتجذب في حياتك ناس مش بتعاملك كويس، ناس مش بتقدر قيمتك، ناس مش شايفاك على حقيقتك، ناس مش شايفاك احسن واحد في الدنيا. فلما انت هتشوف نفسك ان انت قليل وضعيف وانك مش انت غبي ومش كفايه، هتجذب في حياتك ناس برضو بيعاملوك بهذا الشكل. فخليك عارف ان انت لو ما شافتش صدمات الطفوله، انت هتفضل دايما علاقاتك مع نفسك وعلاقاتك مع الاخرين غير صحية وغير سليمة. ولذلك انت محتاج تعترف ان انت مصدوم، وبعد ما تعترف ان انت مصدوم، محتاج تعترف ان انت محتاج شفاء، محتاج تطبطب على نفسك، محتاج تطبطب على جروحك. فارجوك لما تشوف ده فيك، لما تشوف الفيديو وتعرف ان انت عندك مشكلة ما، ارجوك ابدأ بالشفاء. لو مش قادر تشفي نفسك بنفسك، روح لشخص مختص يشفيك علشان تقدر تعيش حياة صحية وحياة سليمة. كان معاكم سلام سعد، وما تنساش ان انت تعمل اشتراك على القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. كان معاكم سلام سعد، وتابعوني.